السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من قاعدة معانا بتقول مرات أخويا حامل في بنت وبتقول عاوزة تسميها تيا. المهم أنا اعترضت وقلت لها لا مش حلو، هنسميها على اسم أمي. فهي اعترضت وأخويا في صفي بس مش عارفة نعمل إيه. نقول لها ماشي وخلاص وأخويا سجلها زي ما إحنا عاوزين، نفهمها إننا هنسجلها وما نفاجئهاش أو نسمع كلامها. بص مبدئيا هتكلم مع حضرتك بصراحة. انت وجودك في القصة لا محل لها من الاعراب، يعني انت اصلا مالكيش اي دعوة بالقصة ومالكيش دعوة بالموضوع دوت. هي تسمي بنتها زي ما هي عاوزة، طول ما جوزها اللي هو اخوك موافق خلاص انت مالكيش دعوة، تطلعي من بره الموضوع. الموضوع ما يخصكيش في اي حال من الاحوال. انا شايف ان وجودك انت في القصة وتدخلك في القصة دوت هيكبر الموضوع ويأثر الموضوع ما بين اخوك ومراته. صدق حتى لو لو انت اقترحت اسم ومراته موافقة عليه، هت بسبب طريقتك دي والاسلوب تحكي فيه دوت هي هتعندك. فانا شايف ان الموضوع مش يستاهل، وفي الاول وفي الاخر دي بنتها تمام، ده هي اللي تملك فيه، ما بتملكيش في حاجه عملتها على دماغنا. بس في الاول وفي الاخر ده حقها هي وحقها الاصيل. هي وجوزها هم براحتهم بعض، هم براحتهم مع بعض يسموا اللي يسموه، وانتوا ما تدخليش في الكلام من دوت. والله انت عايز تسمي على اسم امك تمام، ربنا يحفظها لك لو عايشه، ربنا يرحمها لو متوفيه ولا حاجه. فانت ربنا يكرمك وجه بعض تتجوزها ومش متجوزه وتخلفي بنت وسميها زي ما تسميها. لو جوزك وافق على كده في الاول وفي الاخر انت تدخلي في موضوع غلط. ما تديش نفسك المساحه انت تدخلي ما بين اخوك ومراته للدرجه دي. حتى لو كان اخوك للاسف سمح لك بالمساحه دي، فانت ما تديش نفسك الحق بالمساحه دي. في الاول وفي الاخر انت فعلا ايوه غلطانه، وما تدخلش في الموضوع ده، والله يسموا زي ما يسموا. باذن الله خير وربنا يصلح لك الحال يا رب. مشيت عدو معانا بتقول لو عرفت ان خطيبي بيشرب ايس وعامل اكونت فيك بيتكلم عليه بنات مش محترمه بيعملوا حاجات مش كويسه، اتصرف ازاي؟ مع العلم انه واجهته في الاول وانكر، لما جبت اثباتات حلف على المصحف انه مش هيعمل كده تاني قدام باباه وابوه شاهد على الكلام ده. السؤال هنا اكمل ولا فركش؟ مع العلم ان حب طفولتي وفرحنا فضل له حوالي سنه وانا تعبانه نفسيا واتغيرت معاه، بس برضه مش قادر ابعد عنه لاني طلعت من الدنيا على ايده حقيقي غصب عني، مش عارف اعمل ايه. ممكن حد يدلني اسيبه ولا اوعيه واقف جنبه؟ بص انت مبدئيا يعني بصراحه تسيبيه فورا بدون اي نقاش، ده ادمان، فالادمان مش هيبطله. وطول ما هو دخل السكه دي برجله فصدقني مش هيطلع منها. مهما يقول لك انا بطلت ومهما يوعدك انا بطلت، في اقرب واول مشكله تحصل وتواجهه في الحياه هتلاقيه مش عارف يحلها، هتلاقيه يرجع للادمان تاني. ف وتقولي كمان قصه البنات ان بناتكم مش كويسه والقصص دي، فمعلش ايه اللي جابرك على كده؟ كان هو كده على البر بيعمل كده، فمالك بعد الجواز؟ يا بنت الناس صدقيني والله الحب مش كل حاجه. اه معلش انا عارف الموضوع صعب وقرار صعب جدا، بس انسان بالاخلاق دي مش هينفع. وغير كده كده اقول لك حاجه، انت يعني ما تبصيش على نفسك بس، بكره بعد يعني ان شاء الله تتجوزي فيبقى في اولاد. انت هل الانسان ده ينفع يؤتمن على اطفالك؟ هل الانسان ده يؤتمن على اولادك؟ هل هي قدوه حسنه ليهم؟ اكيد لا. فانا شايف ان انت لسه على البر، هو مش هيتغير. فانا شايف ان اسلم حل الانفصال. صدقني دلوقتي احسن وافضل بكتير وربنا يهدي له حاله. يعني ده الادمان ما مش هقدر اقول لك اكتر من كده، ما مش ملوش علاج. وزي ما فهمتك انا شايف ان الموضوع بسيط وينهي الموضوع دوت، ومعلش الحب مش كل حاجه. ربنا يكرمك باللي احسن منه باذن الله. وفي النهايه نتمنى نكون وفقنا في حل المشكله وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا وهيلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.